في عام 2021، وبينما كان العالم منشغلا بالتعافي من فيروس كورونا، كانت هنالك خلية في الأردن تنشغل بمخططات ظلامية تستهدف المساس بالأمن الوطني. خلية تضم 3 عناصر رئيسة بدأت بمخططاتها بعدما طرح عليها محرك رئيسي يدعى إبراهيم محمد فكرة تصنيع الصواريخ في الأردن بشكل غير مشروع. وإبراهيم هو المتهم الرئيسي ذاته الذي يحاكم أمام محكمة أمن الدولة في قضية نقل وتخزين نحو 30 كيلوغرام من مواد TNT C4 وسيمتكس H شديدة الانفجار. لقد رتب إبراهيم عنصرين من الخلية هما عبد الله ومعاذ زيارات إلى لبنان كانت تهدف إلى الربط بالمسؤول التنظيمي في بيروت والتخطيط والتدريب على التنفيذ. في منتصف 2021 عرض علي عبد الله وهشام ابن عمتي ذهاب إلى لبنان. رحنا على لبنان وتعرفنا هناك على شخص اسمه أبو أحمد، وعرض علينا فكرة تصنيع هياكل الصواريخ في الأردن. كانوا يأخذونا بالسيارة على مخرطة، لكنها عبارة عن كراج، يعني كراج بناية خلينا نحكي، فيها مخارط يدوية، فيها فنيين على ما يبدو. كان حطونا خلينا نعتبرها دورة زي اللي بدنا نشتغله، كانوا هم ينتجوا، احنا يعني تقريبا نتعلم. في لبنان تدرب وتعلم العنصران كل ما يلزم، بينما أسندت مهمة نقل الأموال من الخارج إلى العنصر الثالث. عبد الله حضر إلي بسنة 22 وطلب مني نقل الأموال، وفعلا رحت والتقيت في شخص وتبين لي أنه اسمه إبراهيم، وأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن. فعلا أعطاني 20,000 دولار وعدت الأردن وسلمت لعبد الله 20,000 دولار. اتخذت الخلية من مناطق عدة أماكن لعملها، فأنشأت مصنعا بمحافظة الزرقاء ومستودعا للتخزين بمحافظة العاصمة، وبدأت بتوفير ما يلزم من أدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة. اخترت ماكينتين، واحدة CNC واحدة يدوية. بعد وصول الماكينات بدأنا محاولات خلينا نقول إنتاج قطع أو أجزاء من هاي الصاروخ أو هيكل الصاروخ. لقد أعد مستودع التخزين لحفظ المواد الخام والنماذج المجهزة ولتجميع أجزاء الصواريخ المبتكرة، والتي جرى العمل على إخفائها داخل غرفة سرية لها باب إسمنتي مموه، خلفه ساحة كانت مجهزة لإخفاء الصواريخ. بالنسبة للمستودع الثاني مستودع انجيرا، هي تسوية مكشوفة، يعني السطح هو سطح مسقوف، قسمتها لجزئين، جزء خلينا نقول خارجي مكشوف وجزء داخلي فيه باب مموه أو بابين، أبواب حديدية لكن بدل تصفيحها مثلا بالحديد وهي قمنا بصبها خرساني بحيث أنها تكون مكملة لشكل المبنى. عثر على مجموعة من القطع المعدنية انبوبية ومخروطية الشكل، وقطع بأشكال هندسية مختلفة مخزنة في منازل الضالعين بالمخطط. وعند جمع الأجزاء معا تتشكل هياكل صواريخ مبتكرة قصيرة المدى ومستنسخة من الصاروخ جراد. وكانت هذه الصواريخ تنتظر المختصين لتزويدها بالمتفجرات ومحركات الدفع والصواعق الاصطدامية. إن المعدات والأدوات التي تم ضبطها كان من شأنها أن تنتج قرابة 300 صاروخ مماثل للنموذج الذي جرى العمل على تصنيعه، والذي يقدر مداه وفقا للتحليل الفني ما بين 3 إلى 5 كيلومتر، ما يعني تشكيله تهديدا على أهداف داخل المملكة.
لم يكن يعلم أعضاء الخلية أن أنشطتهم كانت تحت رقابة الأجهزة الأمنية، والتي عملت بهدوء وبنفس طويل ترصد كل ما يجري حتى اكتمل لديها المشهد. وغدت ساعة الصفر للخلية بصناعة النموذج الأول من الصاروخ موعدا للقبض على أفرادها، حيث كان فرسان الأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد، وسيبقون كذلك بكل من يتربص بأمن الوطن شرا.